بما انه فضلنا الجاتو تاع العيد، حبيت نقلشكم بالوصفه تاع المسكوتشو تاع لي كيك، وجبت لكم كيك مغبري بكلاصه روشي اللي زادلو بنا يجي ناجح 100% ويجي خفيف وطري ويدوب في الفم. وصفه سهله وبنينه، كان مازلتوا ما جربتوها جربه على طريقتي وخليوا لي رايكم في لي كومونتير. نبدا وصفتنا على بركه الله. للوصفه نحتاج 4 حبات بيض يكونوا بحراره المطبخ مع رشه تاع ملح ومغرف صغيره تاع لافاني. عندي كاس تاع سكر نخلطو مليح بالباتور تاعنا. الوصفة هذه من المستحسن انكم تستعملوا الباتر، كان ما عندكمش الباتر استعملوا الفويب، بصح لازم تخلطوا مليح حتى يذوب معاكم السكر ويبيض معاكم الخليط كيما قاعدين تشوفوا. من بعد نزيدوا كاس تاع زيت بالتدريج ونقعدوا نخلطوا بالباتر ونخلطوا مليح حتى يدخلوا المكونات الكل في بعضها. وبنفس الكاس نجيبوا كاس تاع حليب نصبوه ونخلطوا بالباتر مليح، ونجيبوا فارينة اللي نكونوا لازم نغربلوها من قبل. حطيت مع الاول حوالي 5 مغارف كبار معمرين مليح تاع فارينة، معاهم 2 باكيت تاع خميره كيميائيه، ونخلطوا الخليط تاعنا مليح. نلقاو الخليط تاعنا مازال محتاج فارينة، نزيدوله فارينة، نزيدوله حوالي 5 مغارف كبار معمرين مليح كيما اللي زدناهم اول خطره، ونزيدو نخلطو مليح. تسمى كلش الفارينة نحتاجو حوالي 10 مغارف كبار معمرين مليح تاع فارينة. بعد ما خلطنا الخليط تاعنا مليح نتحصلوا على هذا القوام، كي نهزوا الفوي تاعنا يترسموا معنا هذوما الخطوط. نقسموا الخليط تاعنا على نصفين، النصف الاول نخليوه فاني كيما راه ما نزيدولو والو، النصف الثاني نزيدولو 2 مغارف كبار تاع كاكاو بني نوعيه ملاحه، ونزيدولو 2 مغارف كبار تاع حليب. الحليب اللي زدناه كيما تعرفوا الكاكاو راهو ينشف الخليط تاعنا. ونجيبوا المول تاعنا اللي كنا درنا له بابي كويسون، ونحطوا الخليط تاعنا طبقه بطبقه كيما قاعدين تشوفوا، طبقه فاني وطبقه كاكاو. ولهنا كنا شعلنا الفور تاعنا من قبل وخليناه يسخن مليح. كي نكملوا الطبقات تاعنا كل نحركوهم هكا شويه بالموس باش يتخلطوا كل مع بعضها ويجي الشكل تاعهم مليح من الداخل. ندخلوهم يطيب، لازم يكون الفور تاعنا سخون مليح. نقصوله للغاز ونخليوها تطيب حوالي ساعه، يضاعف الحجم تاعها، طيب مليح من تحت في غردها. كي طيب نطفيو عليها ونشعلوا لها من الفوق حتى تحمر، نحيوها ونديموليوها ونخليوها تبرد، ومن بعد نديروها لكلاصاج الروشي في حمام مائي. ندوبو 100 غرام تاع شيكولا مخلطه نوار واولي. كي تذوب معانا نزيدو لها مغرف تاع زيت ونزيدو لها مكسرات يكونوا مرحيين في الخشين، ونحركو مليح ومن بعد نغلاصيوها. ونروحوا لاخر بارتي واجمل بارتي اللي هو نقصوا فيه الكيك تاعنا ونشوفوه من الداخل كيفاه داير. وكي تجيو حتقصوا الكيك تاعكم كيما تحبوا نتوما، تحبوا الشوكولاته تاعكم حكمه راح تخليوها تبرد، ولا تقصوها سور بلاص وهي سايحه كيما قابلنا يجي خفيف وما يجيش يايح خلاه. وهذه هي الوصفه اليوم. كان عجبتكم ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي، حطوا لي رايكم في لي كومونتير. بالصحه والهنا، سلام.